بعد الزيارة الهامة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى البرتغال، كشف اليوم السفير الجزائري في إيطاليا عبد الكريم طواهرية لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء بأن رئيس الجمهورية سيسافر إلى روما اعتبارا من اليوم الثاني من شهر نوفمبر المقبل، حيث تم اختياره كضيف شرف في النسخة التاسعة من المؤتمر الدولي لحوارات حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو الحدث الذي أطلقته إيطاليا سنة 2015 والذي يهدف إلى اقتراح جداول أعمال إيجابية في المنطقة. ويأتي تشريف الجزائر بهذا الاختيار حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية بسبب الفترة غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وإيطاليا ومستوى التفاهم بين البلدين من جهة، ومن جهة أخرى للمكانة التي أصبحت تتميز بها الجزائر والدور الذي تلعبه على المستويين الإقليمي والدولي من خلال نظرتها الإيجابية التي تعول عليها إيطاليا في هذا المؤتمر المتوسطي من أجل الاستفادة من مقترحات وتوجيهات جزائرية بناءة. كما أبرزت الوكالة أيضا أن زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا ستتزامن مع ذكرى تخليد اندلاع الثورة التحريرية المجيدة والتي وصفتها بالصدفة الرمزية والمهمة. وأشارت طواهرية إلى الانسجام الكبير والتقارب في وجهات النظر بين قيادة البلدين، حيث منذ عام 2021 أصبحت إيطاليا رسميا الشريك الرئيسي للجزائر في القارة الأوروبية.